اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هروح السوق بقى كده النهارده، وهوريكم المشتريات اللي انا جبتها. طبعا انا بجيب بقى كده المشتريات بتاعه الاسبوع كلها او الخضار بتاع الاسبوع كله. زي ما حضراتكم شايفين كده، معايا بسله ومعايا فراوله ومعايا بطاطس ومعايا خيار، وجبت طماطم. في الطماطم اللي في المصفى البلاستيك دي طماطم كده طريه، هاخدها يعني هفرزها كده برضو لرمضان. وجبت بقى معايا فاكهه موز، وجبت اللهم صل على النبي، وجبت الجوافه، وجبت معايا فراوله، وجبت برضو كيلو من القلقاس. جبت معايا خضره محشي طبعا، وجبت كمان بدنجان، وجبت فلفل او قرون شطه. دي مش قرون شطه حامي، يعني هي قرون شطه بارده. احنا بنحب دايما، انا بنحب البرد، ما بحبش الحامي. وطبعا ديت ديت الطلبات اللي انا بجيبها، او التسويقه بتاعتي اللي بجيبها بتقضيني من الاسبوع للاسبوع. يعني مثلا رحت الحد، احنا عندنا هنا الاسواق بتاعتنا، الاسواق الكبيره بتبقى من الحد والاربع، يعني دول السوق الاتنين الكبار. في طبعا سوقين تانيين موجودين، بس ده السوق الكبير اللي بيبقى فيه جاي فيه تجار كتير، تجار كتير من جميع البلاد. فانا بروح وبجيب حاجه الاسبوع بحالها. طبعا كل حاجه النهارده متهاوده. الطماطم جايباها اللي انا بوريها لكم في الكيس ديت، واللي في المصفى جايباها ب6 جنيه. جبت 4 كيلو ونص. 4 كيلو ونص، بس دي طيبة شوية انما دي جامدة. وجبت طبعا عندنا ديت الجوافة جبتها ب15 جنيه. وعلى ما انا بقى وضبت بقى الخضار بتاعي كده ورصيته في التلاجة وظبطته، كانت بنتي بقى عملت لنا الفطار المتين الجميل. وطلعنا بقى على سطح فوق كده في الشمس، شايفين بقى الجمال والروعة. لو انت اول مرة بتتابعوني، يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا جرس التنبيه عشان يوصلكوا كل وصفاتي، وتخلوش على بلايكاتكم ولا كومنتاتكم الحلوة. وتعالوا بقى شوفوا الفطار بتاعنا المتين. فطار جميل جدا، وكان يوم مشمس وكان جميل. عملنا بقى طعمية، كل حاجة جبناها جاهزة يعني. وانا في السوق كده جبت لهم معايا سردين من الصغير وسردين من الكبير، وقال لنا بطاطس. وعملنا بقى، كانت يوم جميل جدا وقضيناه كده على السطح. قعدت فرطت بقى البسله ونضفت الفراوله وظبطت الدنيا كده. وبعد كده بقى عملنا كوبايه شاي كده بقى نظبط الدماغ بتاعتنا. يعني كان يوم النهارده جميل، وحبيت اصوره معاكم واوريكم اليوم بتاعنا كان عامل ازاي. طبعا عملت بقى كوبايه الشاي بتاعت الحلوه. بس بالله عليكم اللي وصل لحد كده ما يبخلش عليا باللايك، واللي بيشوفنا لاول مره يا ريت يشتركوا في القناه يا جماعه، عايزين نكمل 1000 مشترك. فبالله عليكم كده تقفوا جنب مني. طبعا بقى قلبت الشاي ونشرب بقى كوبايه الشاي، وارجع لكم تاني بقى نعمل مع بعض غدا كده او عشاء بقى. احنا طبعا كلنا الفطار ده قعدنا عليه للمغرب، فهنعمل بقى كده بيتزايه كده تكون خفيفه نتعشى بها. بس طبعا انا ما عجنتش معاكم العجينه، لان طبعا لو انتوا عايزين تعرفوا طريقه العجينه بتاعت البيتزا موجوده على القناه، عاملاها لكم كلها. بس انا قلت بقى ايه يعني، نقتصر الفيديو معاكم شويه ونعمل، ويبقى يعني ايه نوريكم كده اليوم بتاعنا ماشي ازاي. دلوقتي بقى دي فراخ، طبعا انا شوحتها بقى كده الاول. على فكره بنتي اللي هي اللي عاملاها. هي قالت لي يا ماما انا هعملها المره دي، قلت لها خلاص اعمليها. فهي بقى جابت الفراخ وشوحتها كده الاول في معلقه من السمنه، ونزلت عليها بمعلقه كاتشب على ما العجين خمر. العجينه خمرت بقى، وبعد كده بقى نزلت بالبصلايه كده بعد ما شالت الفراخ. ادت البصل تتبيله، وبعدين نزلت بقى بالفراخ. هتدوم بقى تشويحه كده، ونزلت بقى كده طبعا بالملح والكمون والفلفل والبصل والثوم البودر بابريكا. ونزلت بقى طبعا، هي ما صورش معاكم التوابل اللي بتحطيها. بعد كده نزلت عليها بقى فلفل اخضر. ودلوقتي بقى بعد ما العجين، بعد ما خلصت كل حاجه، فردت العجينه كده بالشكل ده، وحطت الكاتشب ده كاتشب مش صلصه. وفردت بقى عليها الفراخ، ونزلت عليها بالفلفل وبالزيتون. الزيتون ده انا عاملاه عندي في البيت. جابت زيتون كده من اللي انا مخليله وقطعته. وبعد كده بقى نزلت حطيتها في الفرن. وبعد ما البتاع اللهم صل على النبي، البيتزا بتاعتنا استوت، راحت حاطه الجبنه اخر حاجه، ودوبك اديتها تشويحه بسيطه كده. طبعا ده كيس جبنه